مع عبد الرحمن الغانم، وعنده دحيم وعلوم المرجلة الجزء الثاني، والجزء الأول الظاهر الأسبوع الماضي، فعمل أجزاء الحبيب على ما يطلع فكرة ثانية. يلا يا عبد الرحمن. هو طبعا من ضمن الستة بعد. مو كنت كل يوم للكمبل للحاف، ما تدري حرك بيتنا. والله يا ابوي يعني كل ما ذكرت بيتنا اللي احترق واذكر البقرة حقتنا وهذه كلهم يعني لا تذكرني بالبقرة يجاني قلبي. بس والله خلاص ابوي عشانك والله احطها ابوي. طيب وانا ابوك تعال اعلمك علوم المرجلة. تعال اعلمك علوم المرجلة. جايب هذه معاي. اي بعد رجال تربيتي ما راح تعبت. شوف انا ابوك تجي تصب القهوة للرجاجين كذا، تمسكها يسار وفنجان يمين، صب عادي تعطيها. لكن الشيء الثاني اللي انا ابيه وانا ابوك اذا قلط عندك اي واحد قل ما تسمع سالفتك لان تقهوى. فهمت؟ ما اسمع السالفه لين تقهوى. يشرب تقهوى. لا تقول اشرب عصير. هو قال تقهوى. تقهوى كذا تقهوى. عشان القهوه المرجل ولا قال لك كذا هز الفنجان. قل له واحد. لا اي عاد قل الحمد لله احسن. طيب لا تضحك يبا. خلاص فهمت ابوك. يعني ما اخلي احد يقلط. لا يقلط ما يتكلم معاي الا لما لا يقلط وانا ابوك. ترى يا ابوك وانا يضحك عليك قبل شوي اضحك على بروسك. والله انا قايل لك يبا ودني مستشفى تروح توديني شو اسمه المقاول. والله انه انا ابوك شوف اسمع، انا بروح لبرشيد عنده عشان ذا الليل وبدي اجيك عاد عقب بشوف مرجلتك وشلون وصلت زين. وانا ابوك خلاص ان شاء الله اي واحد يجي يقول له ابوك اقول له يتقهوى بعدين اعلمك. خلاص تبي شيء وانا ابوك. مع السلامه ابوي. الله حكيت قهوه وفنجان ورجاجيل. اصلا احنا عندنا علوم المرجله كلها نصب الرجاجيل ولا نسمع للكلام. ابو دحيم بيك يحترق وانا ابوك بيك يحترق. اقول لك بيت يحترق تقول لك قهوه يا رجال. اقول لك بيت يحترق. قهوه يا رجال. قهوه يا رجال. اقول لك بيت يحترق تقول لك قالت على الوجه. تعال طيب تقهوى. وشك يا ابوك وشك تبكي وشك ولا باربك انا عندي وقت. وشك يا ابوك انت كذاب. والله قلت يا ابوك تقول لي ابوك كذاب. تقول لي علوم المرجله. اي هذه علوم مرجله كلها تعلمها. يعني هو طقني يوم قلت له اقلط. طيب وش يقول سالفته؟ بيته احترق. طيب يا ابوك قال بيته احترق ما تروح تقول له تقهوى. تدق على الدفاع المدني 998. فهمت يا ابوك؟ عشان عنده والله طيبتي وانا ابوك قاعد مبلبس بروح لبرشيد يقوم اسمعك تبكي. لا يعني عشان عنده مصيبه. اي دق عليه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله اي واحد عنده مصيبه ثمانية. خلاص ان شاء الله ابوي. زين ابوك صرح لي برشيد ابوي. يلا مع السلامه. عليه ابوي. لا ما ابي ابوك. قريبه لا تقول ابوي. طيب يلا ابوي. والله العظيم بيته احترق وطقني والله. ارحب قهوه. قهوه وين ابوك يا ابن الحلال؟ تعال قهوه يا اخي. يا ابن الحلال قهوه يا اخي. وين ابوك؟ انا ابوي يقول لا تسمع لاي واحد الا واذا جلست تقهوى. يا ابن الحلال لازم تتقهوى. اسمعني امي متوفي يا ابن الحلال خلنا اروح. وين ابوك؟ يا الله امك متوفيه. اي والله ماتت والله. يعني مصيبه يعني صح. شفتي؟ طيب تعال بقول لك شيء. دام عندك مصيبه دق على الدفاع المدني. تستهبل انت ولا استلبتك انت؟ لا ابوي قاعد اركز انا قاعد اركز. لا والله ابوي قاعد اركز. والله هذا صحيح. والله ابوي قاعد اركز. استغفر الله العظيم. وشك يا ابوك وشك تبكي. احنا صغر ابوك وشك ابوي وشك. جيت قلت له عنده مصيبه امه ماتت. قلت له يجلس على هذا وش بفهم هذا. طيب
قالوا ما متوفي قلت لك على مقصورة الاموات ما تقول عندي بعد المدني بيطفونها. صح صح هذاك مصيبته حريقه وهذا مصيبته موت. طيرتني من عنده برشيد. من هو؟ طيرتني من عنده برشيد. والله عاد ايش تسوي يا ابوي؟ انت بعد البيت برشيد اللي جنبنا ما اي جنبنا طيرتني جاي. طيب شو نسوي انا ابوك جدار في جدار هذا جاري من زمان حق الجار على الجار. طيب خلاص ابوي يعني مصيبة حريقة حريقة 8 ميت على مقصة الاموات مصيبة يعني. هاي ان شاء الله ابوي. شكرا ابو شكرا يما. ايوه شكرا يما. عادي وانا ابوك ابوي. والله انا يعني هو انا لازم الواحد يتعلم علوم الرجاجيل. يا ابو دحيم ابو دحيم وفيت اقلط تقهوى. ابوك وينه؟ تقهوى. ابوك وينه علمني. تتقهوى معاي. ابوك وينه؟ ابوي يقول لا تكلم احد الا لما يتقهوى. اجلس اسمعني ولدي ماني فاضي لك الحين. ولدي جاء حادث. ابوك وينه ابيه؟ ولدك جاء حادث. تكلم. وابوك وينه؟ يا اخي تعال انا ابوي علمني وش اسوي في المصايب اللي كذا. شفت مغسلة الاموات اللي هناك شو اسمه رقمهم على اللوحة اللي فوق. ابوك وين؟ اقول لك تقول لي مغسلة الاموات يا اخي وانت تقول هذا ابوي اللي علمني. هذا اللي قال لي. شوف هذا اللي قال لي. انا بعلمك انا بعلمك وقف. انا بعلمك هذا خبر. هذا خبر. اقول لك ولدي من اللي معلم العلوم هذه علوم؟ هذا حسبي الله عليكم. تعال عشان يخش في الاداب نطلع منه قبل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خليك ترتاح عشان الطق اللي تعرضت له. والله نزحني الله يجزاه خير. ابوي. طيب اول شيء في فرق ما بين المسرح يقدم يعني رسالة ذات طابع يليق بالجمهور ويحترم اللي امامه، وفي فرق ما بين المسرح المدرسي وهذا نحترمه ايضا. المسرح المدرسي يحترم ولكن له جمهوره ايضا. فانا ما شاهدت اليوم يعني شاهدت الان مسرح مدرسي بكل امانه. والمشكله ايضا اقولها لك اخوي عبد الرحمن انه النجاح جميل ولكن الاجمل المحافظه على النجاح. يعني الاسبوع الماضي كنت رائع حقيقه في الاداء واثنيت عليك انا، لكنه ما استطعت ان تحافظ على النجاح من نفس هذا الموضوع. الشخصيه فيها اوفر كثير في تقمص الدور بشكل كبير جدا. يعني ما ودنا نشوف ممثل يقلد يعني شيء تقليدي هذا ايضا. ودك انك انت تتطور. كنت يوم شخصيتك اللي الاسبوع الماضي كان جميل جدا، كانت توصل الرساله تماما. طبقه الصوت تعالت كثير هنا وهنا وهنا وهنا. كان في ازعاج كثير. نضحك صحيح لكن سؤالنا نضحك على موقف معين او نضحك على اساس انه والله يعني عدم ايصال الرساله بالشكل المطلوب، او نضحك عشان موقف معين ضحك فقط لاجل الضحك يعني لاجل الابتسام. فالمسرح حقيقه مو بهذا الشكل ابدا. المسرح يحتاج الى تقمص واداء رائع وتصاعد وبعد بالنسبه للشخصيات اللي موجودين معاك، كيف تتعامل مع هنا كيف تتعامل مع الشخصيه الاخرى. الاداء ايضا يفترض ان يكون في احترام للجمهور. حتى الشخص لما يؤدي او يجسد دور اب او يجسد دور طفل نحترم الناس اللي موجوده، نحترم الناس ايضا تتابعنا. انا اعرف انه كل هذا انتم حرصتوا عليه كثير، لكن حقيقه في المشهد انا بوجهه نظري يعني ما اقدر اقول لك الا ما كنت اتمنى انك اشوفك بهذه الصوره لهذا اليوم. يعطيك العافيه. الله يسلمك. طيب عبد الرحمن رمضان كريم. الله يسلمك. انت اشتغلت بملعب بشتم مبدأ رياضي بيقولوا المصريين اللي تلعبه اللي تكسبه العبه. انه اذا كان في تشكيله بتحقق نجاح فانت دائما حافظ عليها بدون ما تدخل عناصر جديده. انا شايف انك افتقرت الى الجرأة في انك كونك تقدم لها نفس الشخصيات الاسبوع الماضي، وهذا شيء سلبي يعني. صراحه اصعب شيء انك تقدم جزء ثاني من عمل ناجح. يعني حتى اذا كان هذا الشيء مسرح او كان حتى برنامج تلفزيوني، كونك تقدم الموسم الثاني اذا انت ما كان في مفاجآت كثيره جدا وتفاصيل اضافيه ستحصل المقارنه، ستقل المفاجأة، وهذا كله مو بصالحك. يعني الحين في كل عمل اذا بتقدم جزء ثاني لازم تفاجئ المشاهدين. وشلون تفاجئهم اذا انت هذا حدود الشخصيه؟
يعني انا شايف انك في الجزء الاول استنفذت حدود الشخصيه، ما في افاق جديده تقدر تحلق فيها. في نقطه ثانيه في موضوع فك الشخصيه، انا شفتك تكلمت شويه مصري ولا انا شاكك حسيت انه في زي لهجه مصريه، مو بالالفاظ لا بطريقه الكلام. احتمال يكون هذه طبيعه الشخصيه عندك. شو اسمه ثاني؟ عوض كان بيضحك. عوض ما علم عوض، خلينا هو راح قبل ما اصل لهذه النقطه. شكرا يا عبد الرحمن. العفو. الله يسلمك. طيب يعطيك العافيه. عافية. ايش رايك في كلامهم؟ كلامهم على راسي، وانا مقتنع فعلا، لاني ما اساسا اولا ما جهزت المسرحيه، ثانيا الموضوع كله جاء خط لزق، والتنسيق قبل لا اطلع لكم يمكن ب10 دقائق. اجل انا ما اقدر اقول شيء. الله يوفقك. انا ليش حقيقه الامانه يعني ممكن اختصر كلامي كله، يعني ما راح اقول لك انه صدمت، لكن توقعت افضل صراحه عبد الرحمن. ليش؟ لان انت خامس صراحه، انت يا عبد الرحمن خامس صراحه، يعني انت ممثل تستطيع تقوم باكثر من دور. كان الاستاذ ماجد كان الاسبوع الماضي صراحه. اي هو راهنت عليه عشان كذا فاجاني حتى، لانه انا عبد الرحمن كان قابلته في كاستنج قبل كده، كنا بنقابل ممثلين، كان مستواه اقل كثير، فالبرنامج الظاهر ما شاء الله يعني ارتفع جدا في مستواه. لا عبد الرحمن ليش كذا؟ ليش قلنا احنا مشكلتي انا ممكن مشكله الاساتذه، احنا بنينا على الماضي، لان نحب انه يعني نشوفك اخر شيء اديت فيه. انت اديت كويس جدا من المرحله الماضيه والحلقه الماضيه، على اساس كذا احنا بينا في اذهاننا ان عبد الرحمن بيطلع شيء جديد. انت مشيت على رتم واحد، كان بالعكس ليتك والله طلعت كان في نزول شوي، لكن عموما انا واثق تمام الثقه، انا والله عبد الرحمن يعني فيه عنده اشياء اكثر واكثر من كذا. ممكن مجرد يوم بررت اللي قلت والله التنسيق كان ضعيف، يعني انا قلت لك ما اقدر اتكلم، لان فعلا خلاص هذا اكبر سبب ان فعلا عبد الرحمن ما يقدم، لان صنعه يعني ان التمثيل المسرحي ترى مو بخريجيتك صح، يعني لها اساسيات كثيره جدا. عموما ودي اشوف كاركتر حق السنون. لان انا شكيت هو نفس عبد الرحمن كذا ولا موفقات. احلى شيء يمكن السر بالمخده، يوم فكيتها موفقات.